تحكيمي، ظلم تحكيمي. برشلونة قاعد بتعرض يا اخوان لاكبر ظلم تحكيمي هاي الموسم. اطلع هاي لازم هدف ليفاندوسكي، راح الفار والحكم حسبوها تسلل. كيف هيك؟ طلعوا اجر لاعبين سداد مقدمه، مفروض هاي هدف. من مدريد لازم اوقف معك يا برشلوني واحكي انه هاي هدف. والله حرام اللي بصير مع برشلونة، اكبر ظلم بتعرض لبرشلونة هاي موسم. هل انا ما اشوف عدل؟ هل احتاج الى فحص نظر؟ قولوا لي يا جماعه وين التسلل؟ هل اللقطه اللي فوق مثل اللقطه اللي تحت؟ ليش بعد ما تم الغاء الهدف غرفه الفار اخذت من 8 الى 10 دقائق عشان تظهر بهذه الصوره؟ العاده ما تاخذ اكثر من دقيقه او دقيقتين بالكثير. التفسير الوحيد ان مقاس قدم ليفاندوسكي 55. ما اعرف صراحه، هناك شك كبير في هذه اللقطه. اذا ثبت ان الهدف صحيح ولا يوجد تسلل فهذا عار وفضيحه. برشلونه خسر اليوم امام ريال سوسيداد في مباراه كانت صعبه جدا. غياب لامين يامال وتاثيره كان واضح جدا. الجبهه اليمنى اليوم شبه معدومه. حتى كوندي قدم مباراة سيئة جدا، ودي يونغ يبدو ان وقته انتهى في برشلونة. اليوم قدم شوط سيء وتم استبداله ويبدو انه تعرض للإصابة. عشان تعرف صعوبة المباراة، برشلونة اليوم لم يسدد اي تسديدة على مرمى الخصم، وهذا هو ترتيب الدوري الاسباني حاليا. برشلونة ما زال في الصدارة. صار لك لعشاق برشلونة والقادم افضل باذن الله. البرشلوني اليوم انغش رسميا. مسدة التسلل فينها يا فيليك؟ فينها؟ ابلع يا كتالوني ابلع. فين مسدة التسلل حقك؟ ولا ما تشتغل دحين؟ تخيل معي عزيزي المشاهد فرحة البرشلوني هذه كلها والازعاج، وفرق بينه وبين نادي ريال مدريد في الاخير 3 نقاط بس. ريال مدريد يفوز في المؤجلة 3 نقاط. اصبر بس، خلي انشيلوتي يلاقي الوصفة. صدقني لو لقى الوصفة في ريال مدريد والله ما يسيبك. على العموم توقف دولي يا برشلوني، والريال جايك، خليك جاهز. صاحب المدريد اتصل علي حكاني يا كابتن هدف الليفا تسلل. انا حكيته مش تسلل، غير واضحة. قال لي يا كابتن حارسل لك الصورة تشوف انه تسلل. ارسل لي الصورة، عمل خط ودخل رافينيا 10 امتار تسلل، والتسلل مش على رافينيا، يحتسب الحكم على الليفا. يا اخوان المدريدي لما يستلم غرفة الفار يخاربها. انا هعمل له منشن. قال لي يا كابتن تسلل، وانا حكيته مش تسلل. ارسل لي الصورة، حط رافينيا 10 امتار تسلل. يا حمدوني لا تستلم غرفة الفار، سامحني يا صديقي سامحني. تبتان هدف برشلونة صحيح ما هو اوفسايد. شوفوا الفار اخطا خطا بنسبة 1% حول العالم يحدث هذا الخطأ. يعني برشلونة ما هو محظوظ. الصحفي البرشلوني خوانمي يقول ايضا عدم توفيق. شوفوا قدم اكرد قبل قدم ليفا، لكن الفار وضع قدم ليفا قبل. شوفوا يعني هدف ليفا الغوه صحيح. الو غثيتونا في كل المباريات اوفسايد، الحين انقلبت عليكم. مهاجمكم عشان مقاس رجله شوية زيادة اخذ اوفسايد، واخيرا تعثر برشلونة. ما بغى يتعثر يا رجل، فجأة كذا 4-5 4-5. المباراة دي مو قادرين يوصلوا. هذا كله برشلوني عشان تسوي حركات ولاعبكم مو مصاب وسويتوه مصاب عشان ما يروح المنتخب. ايوه خليتوه ما يلعب لقمتوه. بعدين يا اخوة والله خلينا نكون حقانيين شوية نوعا ما، مع انه مدريدي ولكن والله اشوف ما فيها اوفسايد. هنا ما فيها اوفسايد يا اخي. الرجل ذي اللي برا ترى رجل مدافع، يعني ما هي رجل ليفا. هنا فجأة صارت رجل ليفا، ما اعرف كيف. وجهة نظر شخصية، وبعد العودة للقطة أكثر من مرة تبين عندي أنه برشلونة ظلم بهدف ليفاندوفسكي بتصوري. هدف صحيح، ما بدي أحكي كثير في التحكيم، خلينا في مجريات المباراة. اليوم كان غياب لامين يامال واضح. سمعت كثير أشخاص يقولوا لو غاب واحد من ثلاثي هجوم برشلونة، يعني لامين يامال أو ليفا أو رافينيا، حيتأثر الهجوم. كان هذا الشيء واضح وكان معروف، ولكن ما كنت متوقع يتأثر لهي الطريقة. يعني برشلونة على طول مجريات المباراة لم يخلق فرص ممتازة، لم يخلق فرص نقول لا برشلونة كان بيستاهل يتعادل أو برشلونة كان بيستاهل يفوز. أبدا، ريال سوسيداد قدم مباراة ممتازة جدا، ملعب صعب، انتصار من شأنه أنه يعيد المنافسة للدوري. صحيح الفارق ما زال 6 نقاط معنا مع ريال مدريد، ولكن في عندنا مباراة مؤجلة مع فالنسيا متداول الترتيب، بصير الفارق 3 أهداف. شوي نرجع ناخذ أشياء إيجابية نحكي مدريدستا بعد الأسبوع اللي صار. والله كارثة كارثة، الفار يسوي كارثة في الدوري الاسباني. الفار يعكس رجل نايف اكرد مع رجل ليفاندوسكي ويحطها تسلل، وهو هدف صحيح 100%. يا ناس احنا في 2024 وداخلين على 25.
ويصير خطأ تافه زي كذا. يا بشر نركزوا زين، اللقطة ما فيها شيء. نايف أكرد هي المتسللة رجله، كيف كذا؟ تخيل معايا تلبس اوفسايد عشان مقاس رجل جزمتك عالي بنمره. صدقني الموضوع بقى اوفر. زي ما انت شايف هنا كابتن ليفاندوسكي لبس اوفسايد عشان سن بز الجزمه طلع بس ايه اللي بره شويه. بص هو الصراحه بص يعني هو في صياح كتير ان هي مش على ليفاندوسكي ودي رجل المدافع واتلخبطت، بس هي مش باينه صدقني. هو المدافع هنا هتلاقي ان جزمته جايه بعوجه، لكن فانت فاهم انت في موضوع باين عن تاني. فانت فهو بص انا ما اعرفش بس يعني اشربوا بقى شويه بقى، اشربوا شويه عشان الواحد يعني انا دقت في ماتش واحد 12 تسلل، فعيشوا بقى شويه عيشوا. ويعني مش الدوري الاسباني زي الفل. دقيقة نستوعب حاجة. شوفون قدم نايف أكرد عزكم الله. ليفاندوسكي ما هو متسلل صح؟ شوف نايف أكرد جاي كذا على الخط، خط الاستواء أنا شرحها لك ما هي تسلل. هذا اصبع شوف كيف اوفسايد. والله برشلونة انزرف يعني حاطين شوف قدم نايف أكرد وحاطين ليفاندوسكي متسلل. أنا يمكن شفت اللقطة يعني فهد لاعب فيها فوتوشوب ولا برشلونة دايم ينزرف كذا مساكين. علموني لأن هذه اللقطة هذه مستحيل تسلل. يمكن بعد لعب ما أدري، بس أنا قاعد أشوف اللقطة هذه كيف تسلل. تفضل.